يظهر الخدامين من دوشه المزيكا مش سامعين سعادتك وانت بترن. مالك يا باشا؟ انت واقف كده ليه؟ بستغرب عليكم يا شباب الايام دي، الواحد مش عارف يميز الستات من الرجاله. خلينا ننبسط. ايوه، لكن فكريه ايه اللي غصبها على كده؟ انت بتحبش الرقص يا باشا؟ رقص؟ قوي. تحب ترقصي ويايا؟ يا ريت. طبعا اذنك لما اروح اتحزم.
مالك يا بنتي؟ تعبت قوي يا بابي. ما هو من كتر دورانك زي النحلة. أنا خايف لا تجيلك سكتة قلبية. أنا عارف إيه اللي عاجبكم في الرقص ده. تصور بنت مفعوصة قد العقلة تقول لي ترقص يا باشا. أنا عارف إيه اللي عاجبكم في الرقص ده. خلفة عرق. فافي، هتتجوزيني امتى بقى يا فافي؟ هو معقول نتجوز كده على طول؟ مش لما ادرس اخلاقك الاول؟ ده انت كان في امكانك تاخدي دكتوراه في اخلاقي المده اللي فاتت دي كلها. انت ناسي ان احنا مخطوبين بقالنا سنتين. هو الجواز لعبه يا ميمي بيه؟ ثم ما تنساش انك لسه ما اتعلمتش رقصه الليمبو. اتعلمها يا ستي وامري لله، ولو انها بتقطم الوسط. اتفضلي علمها لي. لا، لما ارجع من العزه. انا مسافره بكره اريح اعصابي شويه. تريح اعصابها هي وانا تبوظ لي اعصابي. هو السابع. صباح الخير يا سعادة البيه. صباحنا واحنا لسه شربنا القهوه. معلش يا بيه، ربنا يخليك ويطول عمرك. بقالي سنه دايخه يا بيه. دايخه؟ دايخه على ايه؟ على المعاش بتاع المرحوم، مانيش عارفه اقبضه منين. يا ستي ما قلنا لك فوت عيال الاسبوع الجاي. يا بيه ربنا يخليك ويطول عمرك، المدارس قربت تفتح. شوف لها الورق بتاعها يا مذكور افندي. ربنا يخليك يا بيه، انت امير. طيب. ربنا يطول عمرك. طيب يا ستي. طيب. سعادة البيه، سعادة البيه، سعادة البيه، يا سعادة البيه. ايه الواحد ما يعرفش ينام في مكتبه شويه؟ امال ننام فين بقى؟ نام في بيوتنا بقى. لا يا اخويا اسم النبي حرصك، امال المكاتب معموله ليه يا بيه؟ ربنا يخليك. نعم، الورق بتاعك راح الارشيف. ارشيف؟ يا رب ما انا لسه راجعه من الارشيف، قالوا لي الورق جه هنا. اصلك ما لزقتيش طابع دمغه. بسيطه يا بيه، ولا تزعل ابدا، ولا تزعل يا سعاده البيه. اهي انا جايبه طبعا، اهي اتفضل اهي. طيب خلاص فوتي علينا بعد 3 اشهر. 3 اشهر ليه يا بيه بس؟ نكون لزقنا طابع الدمغه. 3 اشهر عشان تلزقوا يا ست هانم. أيوة ست بيه. هانم، أيوة بيه. الورق بتاعك لازم يمشي بالروتين بتاعه. يعني ايه يا بيه؟ لازم يتأيد ويتنمر ويتختم ويتعمل له مذكره ويتعرض على وكيل القلم، فرئيس القلم، فالبشكاتب، فوكيل اداره، فرئيس اداره، فوكيل مصلحه، فمدير مصلحه، سكرتارية عامه، سكرتير خصوصي، فمساعد وكيل وزاره، فوكيل وزاره، فوزير. وزير حضرة البشكاتب شرف. شبه بشكاتب. ايوه. والنبي يا بيه، ربنا يخليك ويطول عمرك يا بيه. ايه لا يا بيه، ده ليها مسألة بسيطة قوي كده وإن شاء الله هنخلصها. طب خلاص. والنبي هتخلصها لي يا بيه. أيوه. فوتي عليا بعد 6 اشهر. إلهي دوخكم زي ما دوختوني. إلهي دوخكم زي ما دوختوني. إلهي دوخكم زي ما دوختوني. صباح الخير. منين هيجي الخير؟ هو حضرة البشكاتب جه؟ طبعا. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. دوسيه بدل السفر على البشكاتب. ابني عندك هو الزفت وصل؟ ايوه جه وحالته وحشه قوي. لا ده موظف ما ينفعش ابدا، ده مش بتاع شغل. بكره يسمع الكلام وينفع ويبقى عالي. طب بذمتك انا بنتي بايره؟ لا العفو يا حاج بشكاتب، يا سلام، العفو. ادب واخلاق وعلم وجمال. وعايز ايه؟ عايزين هب. القهوة يا حاج. لا عندك. حاضر يا فندم. سيب الميه. حاضر يا فندم. رد على الزفت. انه فيهم يا فندم. هو في غيره؟ عرفته يا فندم. اتفضل يا سي حضرة البشكاتب عاوزك. حاضر. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. ادخل. صباح الخير يا حاج بشكاتب. يا بشكاتب، انور افندي حضر. تفكرها ايه يا فندم؟ طابونه؟ تكيه؟ حضرتك عارف ساكن في الضواحي. أيوه. تصحى بدري. صحي الساعة 4 وشرفك، بس العجلة طرشقت. طرشقت؟ فست.
ده تعبير سوق ما ينطقش به موظف حكومي يا افندي. ده تحول الوضيعة، ده لعب عيال. اذا كنت ساكن بعيد عن محل عملك عزل. ما اقدرش يا فندم، البيت ملكي. بيعه يا اخي، قيض عليه بحاجه في وسط البلد. مش ممكن، ده وقف. انت هتعمل لي ملاعيب شيحة يا افندي؟ استغفر الله يا حضرة البشكاتب، اعمل ايه بس؟ اتجوز، تصحى بدري، تاكل لقمه نظيفه، تنظم حياتك، توضب امورك. ده الست في البيت نعمه، ولا ايه يا حضرة البشكاتب؟ اتجوز امتى بس؟ ده انا يا دوب بصحى من النوم اركب العجله واجي اشتغل طول النهار، وبعدين اركب العجله واروح مقطوع النفس، بنام سطيحه. انا فاضي اهرش لما اتجوز. يعني ما انتش عايز تساعد المصلحة لتسوية مشاكلك؟ حاجة حلوة قوي. الشهر اللي فات غربت في قسيمة كلفت الدولة 52 جنيه ونص، وكل يوم تجيني متأخر متأخر متأخر. يا جعفر افندي اعمل مذكرة علشان نقدمه للتحقيق، ومبدئيا انت منقول لطنطا. طنطا؟ اتفضل يا افندي. ايوه بس اتفضل يا افندي. استغفر الله العظيم. خير يا انور افندي؟ خير قوي، نقلني طنطا. لله يا سيد يا بدوي، وماله يا اخي، دي بلد كلها بركه. اذا كنت كل يوم بصحى الساعه 4 واوصل متاخر، اما لما هتنقل طنطا اصحى الساعه كام؟ اصحى الساعه 2. اتلغى نقلك لطنطا يا انور افندي. الحمد لله. راسك ابوسها يا جعفر افندي، لازم ربنا هداه. ملقاش اماكن في طنطا، وداك جرجه. جرجه؟ احسبوا لي بقى هصحى الساعه كام؟ تصحى قبل ما تنام. والعمل يا جعفر افندي؟ فكر، شغل مخك. تفتكر حضرة البشكاتب يوافق؟ العقدة مش في حضرة البشكاتب، العقدة عندها هي، عند الآنسة طعمة. اسمها طعمة؟ أو النبي يا طعمة. اتقدم لها أكتر من 40 خطيب وهي ترفضه. ليه؟ أصل يا سيدي كانت متجوزة راجل وربنا أخد أجله ورصة وألف سيف، لازم تتجوز واحد شكله. وده كان شكله إيه؟ هو كان طوله 185 سنتي. استنى. تمام. ويا سيدي كانت عينيه عسلي. الخالق الناطق انا. باختصار كده يعني زي الطور. الله، الظاهر احنا توأم يا جعفر افندي. انا راخر بقالي سنه مش شايف غيرك. قول لي يا جعفر افندي، بنت البشكاتب حلوه؟ يا نهار ابوك اسود، بنت البشكاتب ما تبقاش حلوه؟ طب خلاص استبينا يا جعفر افندي. على خيرة الله. انا مبدئيا ما عنديش مانع. انا صحيح كنت دايما اقسو عليك في بعض الاحيان. اقعد يا ابني اقعد. انما انا كنت بقسو عليك زي ما اقسو على ابني، لان كنت اقول دايما انك موظف يجي منك. مبروك يا انور افندي. مبروك على ايه يا جعفر افندي؟ لسه الخطوبة ما بقتش رسمي. لازم نروح البيت علشان من باب الاحتياط نطمن ونشوفه اذا كان ماشي كده ولا كده. انا طول عمري كده، واكون سعيد جدا لو تشرفني في بيت المتواضع. ان شاء الله ننتهزها فرصة يوم يكون اجازة. حضرة البشكاتب خير البر عاجله بكره الجمعة. انا مش هرد كلمتك يا جعفر افندي. تانس وتشرف، ده يوم المنى يوم ما اتجوز بنت حضرة البشكاتب. انور افندي. افندم، انت عرفت البنت فين وازاي؟ والله ما حصليش الشرف لسه. اذا كنت تحب تشوف صورتها انا عندي العفريتة اطلع لك عليها. مفيش لزوم يا حضرة البشكاتب، الكارت بيبان من عنوانه. كفاية اشوف حضرتك العينين اللي زي عينين الغزال، البق اللي زي خاتم سليمان، المناخير المنمنمة، الشعر الساقع النايح. هو معقول بنت حضرة البشكاتب ما تبقاش حلوة؟ خلاص يا عم، على خيرة الله على خيرة الله. يلا ينصر دينك يا جعفر افندي.
انت سامع ليه؟ ايوه. اهلا وسهلا. اتفضل. كنت فين يا سامع ليه؟ كنت بضغط مريكي. طب تعالى معايا. معاك اهو. تعالى. حاضر وراك يا فندم. احضر لك العشاء يا انور يا فندي؟ لا مفيش لزوم، بس عاوزك تقوم من النجمه توضب البيت وتروقه. ليه؟ ده ايه ضيوف بكره؟ من مصلحة؟ حضرة البشكاتب بنفسه يا غبي. حضرة البشكاتب بنفسه يا غبي؟ ايوه. اللي منكد عليك هيشتغل. خلاص رقت وحليت، ده هيبقى مناسب. هتتجوزه؟ اتجوزه يا مغفل، هتجوز بنته، عشان كده لازم نكرمه اخر كرم. نكرمه. ايه رايك لو تذبح ماريكا ونعملها له على ملوخيه؟ ما نذبح كاترين بنت اختها احسن. ليه؟ اصلها عيانه وبتموت. لا ماريكا انا عاوز حاجه عليها القيمه. اللي تشوفه. والله هيصعب عليا فراقك يا ماريكا. على مهلك يا استهانم. فاضل كام كيلو على عزة؟ فاضلك 30 كيلو. حد يسيب السرايا اللي ترد الروح ويروح لناموس؟ سرايا ما فيهاش اتراكشن، ما فيهاش شيء مثير، كل حاجة فيها مملة، حاجة تنرفز. يعني هي العزبة اللي فيها اتراكشن؟ ايه الحكاية؟ الاكس اتكسر يا استهانم. ركب غيره. اركب غيره منين؟ ده احنا في حته مقطوعه. انت نيلة قوي، اتصرف يا اخي. مفيش بقى غير ان احنا نعمل تليفون للفيلا يبعتوا لنا عربيه تانية. في هنا تليفون؟ معرفش. هو كل حاجة معرفش. يا ست هانم مع حته مقطوعه ما فيهاش صريخ ابن يومين. اسمع، شوف في البيت ده. ده هو معقول يا ست هانم البيت ده يبقى فيه تليفون؟ ده زي بيوت الحراميه. تعالى. يلا يا ست هانم رايحه فين بس؟ دي حته مقطوعه انكتب. ما فيهاش صريخ ابن يومين. يلا بينا يا ست هانم. خش. حاضر. امرنا لله. ورايا. حاضر. يلي هنا. طيب. هو انا رايح فين؟ يلا بينا يا ست هانم، يعني ما تسمع رصاص، دي عصابه. ما تخافش، ما تبقاش غبي. افتح. اوعى من وشي. تعالى. يا ست هانم. انت ايه؟ سبع الليل. بتشتغل ايه هنا؟ غفير. بتحرس ايه؟ بحرس انور وكاترينا وماريكا وعيالها. طب اندهلي كاترينا ولا ماريكا دي تفهم معاهم؟ ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ اصلها هتندبح الصبح. مش قلت لك دي عصابه يا ست هانم؟ عصابه. هو ده الاتراكشن. يا ست هانم اعملي معروف. اخرس. فين سيدك؟ سيدي انور افندي نايم. طب ما فيش هنا تليفون؟ الخير على قدومك. اتفضلي نديله خبر. اتفضل يا حضر البشكاتب. بشكاتب؟ انا بشكاتب؟ عاجبك كده يا ست هانم؟ انا بشكاتب يا ست هانم. يا ست هانم اعملي معروف، انت في حمايتي. اخرس. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا الف مرحب. ده احنا زرنا النبي يا ست هانم. ميرسي. اتفضلوا استريحوا اما اطلع اديله خبر. وحياة النبي ده موصينا اذبح ماريكا من نجمه. يا ست هانم اعملي معروف، دول بياكلوا بني ادمين. مالك يا جمال؟ عصابه يا ست هانم، عصابه، ودي الاشاره. طب روح شوف لك سيفه في يا العربيه. ست هانم يلا بينا، انت امانه في رقبتي. قلت لك غور هات عربيه جيب تانية. العواقب سليمه يا رب. لكن ده كان ميعادهم بكره الصبح، ايه اللي جابهم دلوقتي؟ كبسة تفتيش مش بشكاتب. طول عمره راجل واعي صحيح. ايه؟ قول لي ايه؟ شفت طعمه؟ هي طعمة بعجل. ده انت امك ده عيالك. ينصر دينك يا جعفر افندي. انت يا زفت، انت يا نيلة، انت بتصحي في ايه؟ في ميت؟ الله صوتها حلو. ايوه بس لفظها وحش. بنت حلال طلع على ابوها. هو ابوها جليل الحي. انت اللي اسمك بعجر. اهلا وسهلا. انت اللي اسمك بعجر يا فندم؟ انور افندي يا ست هانم، انور افندي. لا مؤاخذة، افتكرتك بعجر.
صورتينك يا جعفر افندي. اتفضلي. قول لي يا أزعر أفندي. انور افندي يا استهانم، انور عزمي. أهلا وسهلا. مالك يا أنور أفندي؟ عدم المؤاخذة يا استهانم، انا كنت عاوز اقول، قصدي يعني حلوة بشكل. هي إيه دي؟ المفاجأة، قصدي الزيارة. اتفضلي استريح استهانم. بلاش ده. ليه بلاش؟ ما يليقش بمقامك، هنصلحه. اتفضلي استريح على الكنبة. صورتينك يا جعفر افندي. امال فين حضرة البشكاتب؟ البشكاتب؟ خرج يتمشى شوية. بوسة يا جعفر افندي. مين ده جعفر أفندي؟ ده موظف معانا في الوزارة، انما ابن حلال بشكل، طيب بشكل. بصراحة اللي سمعته عنك من جعفر افندي ما صدقتش ان في انسانة في الدنيا بالشكل ده. سمعت إيه؟ الوفاء النادر، الاخلاص اللي انعدم الدنيا واتجمع فيكي. انت ما تعرفيش قد ايه انا مقدر اخلاصك للمرحوم خطيبك. المرحوم؟ وعرفت منين؟ من جعفر افندي. بصراحة يا استهانم ما خباش عليا حاجة ابدا، وعلى كل الحي ابقى من الميت. أرجوك ما تفكرنيش يا باجر أفندي. انور افندي يا استهانم. يا سلام، فات سنة على المرحوم ولسه ولسه يا باجر أفندي ولسه. ده ايه ده؟ في الدنيا اخلاص بالشكل ده؟ كان راجل شاب. سمعت يا استهانم، سمعت. كان إنسان. وطوله 185. أمال أنت كام؟ 190 يا فندم. يا خسارة. نقص ال5 زيادة يا فندم. أنت دمك خفيف. اللي تشوفيه. أنور أفندي. يا فندم. أنت إنسان، أنت شهم، أنت راجل. أنا وقعت. اتفضلي جوه في الصالون. أنت عندك صالون؟ عربي أصيل. اتفضلي يا استهانم. اتفضلي يا استهانم. ايه رأيك؟ معقول هو ده الجو اللي أنا عايزاه؟ أوريجينال خالص، أنتيكا. ده ورثه أبا عن جد. هايل. تعرفي يا استهانم، أنا من الفرحة كأني خدت الدرجة السادسة. سادسة مين؟ ده أنا كأني بقيت بشكاتب. اتفضلي استريح، اتفضلي. ده ممكن أقعد عليه ولا زي؟ لا ده متين جدا. اتفضلي استريح. ينصر دينك يا جعفر أفندي. مظبوط يا فندم، مظبوط. الشربات يا انور افندي. ان شاء الله كل حاجه ماشيه عاد. بنت البشكاتب وقعت يا سبع الليل. الف مبروك. الف مبروك. اتفضلي يا استهانم. إيه ده؟ ده شربات ورد، ما يشربوش الا الورد. ايه يا استهانم؟ ناقص سكر؟ ما بحبش الحاجات الحلوة. طب اقطع لك بطيخه؟ لا ميرسي. وحياة النبي عندي بطيخ نمسي يعجبك قوي. لا ده انت كريم قوي يا انور افندي. ايه فين الست؟ ما هو ايه بتهوهولك كده ليه؟ اوعى من وشك. حضرة بشكاتب يا انور افندي. مفيش فايدة استهانة. انت ايه؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ ما تحشرش انت، مالكش دعوة. لا ده انت لمت قوي. انور افندي يطلع ايه ده يا استهانم؟ ده الشوفير بتاعي. سمعت؟ ايه؟ السواق بتاعها، يعني الشوفير بتاعها. السواق بتاعها؟ هو حضرة البشكاتب والدك عنده سواق؟ بشكاتب مين يا سيدنا الافندي؟ دي بنت الزعفراني باشا. بنت الزعفراني باشا؟ اكبر جواهرجي في البلد. وازاي تقول انك بنت حضرة البشكاتب؟ انت اللي قلت. ولدت تسيبيني اقول؟ انت اديتني فرصة افهمك. طب اتفضلوا اطلعوا بره. بره عيب يا استاذ، عيب. اخلص انت، اطلع بره بره. اختشي يا ازعر افندي. قلنا انور لحسن ارزعك قلمين ينسوكي اسمك. ياي وحش. سبعين. طلع دول بره. يلا بينا استهاني، يلا بينا يلا بينا. دول متوحشين. بره متوحشين. بره. حلوة بشكل. اتنيل، انت شايف حاجة؟ والعمل؟ مفيش بقى غير اننا نمشي ال8 كيلو دول. انا امشي؟ انت اتجننت؟ امال يعني هتقعدي لوحدك في الحتة المقطوعة دي؟ هستناك في العربية لحد ما ترجع. الله، هتقعدي للصبح؟ مالكش دعوة، يلا. عمرك يا استاذ. انا مالي على كيف. مساء الخير يا جميل، اي خدمه؟ متشكرة. انت وقعت فيه؟
هو ايه؟ المطاب. ايوه. اتفضل بقى روح لحالك. على كل حال ما تتضايقيش، اللي اتكسر يتصلح. انا تحت امرك. باين عليك واد شقاوي. الله، تعالي بس. يا بعجر افندي، يا انور افندي، يا بعجر افندي، انت يا بعجر افندي، يا بعجر افندي تعالى افتح هواك. ايه في ايه؟ يا بعجر افندي. قلنا انور يا استهانم. انت ايه؟ وانت مالك؟ غريب. وانت مالك؟ قلنا مش زعتر يا استهانم، قلنا انور يا انور. انور استهانم، انور. انا متاسفه قوي اللي تعبتك معايا يا انور افندي. تعبك راحه يا استهانم، تصبح على خير. وانت من اهل انور افندي. ايه في ايه؟ انا خايفه. خايفه تقعدي لوحدك في الشارع؟ خايفه عليك للسواق يرجع لك بالليل ويتسحب ويخش عليك يموتك وانت نايم ومش حاسس. يا شيخه ما تحطش في بالك، ده جبان. طب اعمل معروف، خليني ابات عندك الليله علشان اذا حصل لك حاجه كده ولا كده تصفر لي وانقذك. تنقذيني؟ ايوه. ازاي؟ يعني اذا طلع عليك الراجل المتوحش ده اروح جايه ومتسحبه ومن وراه شفت بقى ان محدش يقدر يقف في سكتي قدامي. حاضر. اتفضلي، تصبحي على خير. وانت كمان. ايه راح فين؟ طالع انام. وانا اتصرفي، نامي في اي حته. يا ماما. طب اتفضلي نامي فوق وانا هتصرف. ايوه كده. هي دي بقى اوضه النوم؟ على قدنا يا استهانم، احنا ابونا ما بيبيعش جواهر. انور افندي. افندم. انا متشكره جدا. العفو. انور افندي. نعم. ما عندكش حاجه البسها؟ عندك في الدرج نقل اللي انت عاوزاه. سربان. يا استهانم. ايه ده؟ مش تخبط، دور وشك. حاضر. لا انا ما بحبش الحاجات دي. ومن سمعك انا جاي اقول لك تصحي من نجمه. طيب ابقى صحيني الساعه 12. 16 ده ايه ده؟ انا اروح في ده يا استهانم. ليه؟ الباش كاتب جاي هو وبنته ومراته. قول لي انور افندي. افندم. انت لا. متجوز؟ لا. خاطب؟ لا. متجوز؟ لا. امال ايه؟ متكلمين عليا. تصبح على خير. انور افندي. نعم. عايزه اشرب. حاضر. ممكن ادخل؟ خش. اتفضلي. وحياتي قصي الحته اللي ورا دي احسن مش طايله. من عينيا. يلا. دي جلابيتي. طب وفيها ايه؟ اعمل لك ايه؟ فساتينك طوال قوي. الله، وهلبسها ازاي؟ الله، هتبقى ميني جلابيه. هات اشرب. اتفضلي. ايه ده؟ يوه، ما عندكش فريجيدير؟ مفيش غير فريجيدير قناوي ده. بتنكد كمان بعد اللي حصل منك؟ تصبحي على خير. وانت من اهل. بونوي بونوي.
عتريس. عتريس؟ الفار بتاع الجيران. بيبرق لي عينيه وبيلعبني شراباته. خلاص اهو مشي. تصبحي على خير. انور افندي. يا فندم. ما تسيبنيش لوحدي، انا خايفه. من ايه؟ عتريس وخرج ومش ممكن يرجع لانه ما بيبانش على حريم. طب سمعني مزيكا. مزيكا؟ اصلي ما اعرفش انام الا اذا سمعت مزيكا. مزيكة ايه؟ يعني انا في الاوبرج. طب احكي لي حدوته لحد ما انام. حاضر، امرنا لله. صلي على النبي. اللهم صل عليه. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان زمان في أميرة حلوة وجميلة ودمها خفيف. ايه ده؟ لا ده بندق. بندق؟ الحمار بتاع الجيران. وبعدين؟ الأميرة دي كانت حلوة قوي وشقية قوي. خرجت في يوم تتفسح بالحصان بتاعها، وفجأة حدوة الحصان فرقعت. ايه ده؟ في حدوة حصان تفرقع؟ معرفش، أمي حكيتها لي كده. وبعدين يا ستي بصت يمين بصت شمال، لقيت بيت قدامها، دخلته. البيت ده بيت مين؟ بيت الشاطر حسن، الموظف الغلبان في وزارة الأوقاف. قول يا مريكي، قول يا كاترينا، خلوا بالكم من بعض. يا سبع الليل، سبع الليل، انت يا سبع الليل. طيب حاضر حاضر. انت يا زفت. صباح الخير يا نور افندي. اسم الله عليك، وقعت على اختك اللي احسن منك. الساعة تطلع كام؟ 6؟ 6 ايه؟ الساعة 10:30. يا نهار اسود، زمان البشكات الجاي. الحمد لله مشت. انت لسه هنا يا استهانم؟ صباح الخير يا انور افندي. انت ايه اللي معادك لدلوقتي؟ باخد حمام. حمام؟ ايه ده، ما عندكوش بانيو؟ ما فيش غير الطشت. انا استحمى في طشت؟ لا، في كنكه. طب استحمى ازاي في الكنكه؟ دخول بايه ده يا ربي؟ حط الطشت تحت الحنفيه. طيب. بعدين افتحي الحنفيه واستحمي. انا خايفه لا يا انور افندي. امسكي في الماسوره. يوه، الميه خلصت في الحنفيه. واعمل لك ايه؟ خدوا ميه بالكوز بالصفيحه. اعملي معروف، البشكاتب زمانه جاي في السكه. طب حضر لي الفطار. حاضر، بس خلصينا. انت بتهبب ايه؟ بحضر الفطار. فطار ايه؟ البشكاتب زمانه جاي. حالا اهو. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. انت يا ست هانم اتفضلي، الفطار جاهز. اوه، فربت يعني ما لبسش. كله منك يا وش النصايب. وانا ذنبي ايه بس؟ بنت البشكاتب جت، حاطط بشكاتب شرف لما وديتنا في داهيه ولا انت شايف حاجه ابدا. صباح الخير. وحياتك يا انور افندي، عايزه اعمل ميزون بلي، مفيش حد هنا يكوي لي شعري. مفيش هنا غير مكواجي رجل. يا خساره. ايه ده؟ فول وجبنه وطعميه. طعميه؟ يعني ايه طعميه؟ يعني كباب وطني. الله، لذيذه قوي الطعميه. انت لسه هتقعدي يا استهانم؟ اعمل معروف، الساعه بقت 10:30 والبشكاتب زمانه جاي. وهروح ازاي؟ العربيه بتاعتي لسه ما جاتش. نأجر لحضرتك حمار. انا اركب حمار يا افندي؟ وبعدين بقى يا ربي؟ انت مسروع كده ليه؟ احنا قاعدين. قاعدين ايه يا استهانم؟
اعملي معروف يلا بينا. عايزة طعمية؟ نفسي بالطعمية. اتفضلي. ادي الطعمية. كمان حتة. كمان. كلي هبتكم انت وابوك الباشا يلا. اتفضلي اركبي. امسكي فيا يلا. امسكي فيا. يلا يلا. كل حاجة يلا. أنور أفندي. نعم. تاكل حتة طعمية؟ كتر خيرك. عشان يبقى عيش وطعمية؟ دي حلوة قوي. هي ايه؟ الطعمية؟ عارفها واكلها. انت تعبت يا أنور أفندي؟ لسه. أنور أفندي اوعى تكون زعلت مني. لا العفو. أنور أفندي. نعم يا استهانم. ما بلاش هانم دي. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا فاطي. متهيألي فكرية احسن. ليه يا نورنر؟ نور انت تطلع ايه؟ طلع أنور. دي مستحيل تركب عليا. تعرف ان دمك خفيف؟ يا خبر اسود. يا خبر اسود. ايه حصل ايه؟ حضرة الباش كاتب وجماعته راكبين الحنطور. اتفرج عليهم والنبي. اقعدي ما توديهاش في داهية. عاجبك كده؟ يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ خليكي في الشمس لحد ما تنشفي. بقى انا ترميني في الطين عشان حته باش كاتب؟ طيب حاسب يا استعطيه. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل. متشكرين يا ابني متشكرين. خد بقى دول علشانك. ادوم العز. يظهر انها صابت المره دي وعطرنا على العريس اللقطه الطعمه. قولي لي يا انيسه. ايه رايك في البيت؟ مش قوي. مش قوي؟ لا لا. العفش باين عليه متين. كنت هتقع يا استهاني. ما وقعت. الف حمد لله على السلامه. اهلا وسهلا بشكرك. دايما متاخر يا انور افندي. اصل الحكايه يا فندم. اتفضلوا في الصالون اتفضل. اتفضلي اتفضلي. عارفه يا انيسه هانم انور افندي ده من اكفأ الموظفين الموجودين عندي. ربنا يكمله كمان وكمان وكمان. اتفضلي اتفضلي يا انيسه هانم اتفضلي. اقعد يا ابني اقعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. امال العروسه ما شرفتش معاكم ليه؟ انور افندي انت ناسي تقاليد العائله؟ العريس عندنا ما يشوفش العروسه الا ليله الدخله. انعم واكرم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شايف الادب؟ اخلاق. تربيه. حسب. ذوق. ابن ناس. قال قول لي يا انور افندي البيت ده كده كم مطرح؟ اتفضلي اتفرجي عليه يا نينا. لا مؤاخذه اذا كان العفش قديم شويه اصلي ورثه عن جدي. اسمع اما اقول لك انا بنتي ما تخشش الا بجديد في جديد. شوف اسمعي بقى يا انيسه. مساله المهر والعفش دي حاجه نتكلم فيها بعدين. احنا بنشتري راجل. خلاص مدام كويس نشتريه. على خيرة الله. اتفضل. وانت يا انور افندي عايش لوحدك في البيت ده؟ من يوم ما ماتت المرحومه امي. يعني مفيش مرة حصل كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ بالشرف يا حضرة البشكاتب البيت ده عمره ما دخلته ست. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا ابني مفيش لزوم مفيش داعي. لا لا لازم تتفرجوا على اوضه النوم يا فندم. عمرك. اتفضل قدامنا يا انور يا فندم. العفو يا حضرة البشكاتب. هي العين تاني عن الحاجب. اسم الله عليك ربنا يكملك بعقلك. مش قلت لك؟ اتفضل. اتفضل يا انيسه اتفضل. على مهلك. سلمة سلمة. يلا تحت. اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله
والنبي حلوة قوي يا حضرة البشكاتب. فعلا شرحة ونورة. مفيش احسن من كده ابدا. شباك بحري. عزيز ايه ده؟ انور افندي، ايه ده؟ واحدة ست. واحدة ست؟ واحدة ست يا فلافيا بتاع النسوان؟ يا غشاش يا كذاب يا ضلالي. والله يا حضرة البشكاتب. اخرس بشكاتب في عينك يا قليل الادب. هقص الحكاية. كتم يا ساهي يا داهي يا بتاع الثلاث ورقات يا مية من تحت تبن. بس بقى كفايه دوشه. مش عارفه انام. شوف الست مش عارفة تنام. غطيها يا حضرة الافندي لا تبرد. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا كلامي فارغ يا قليلة الادب. انا قللت الادب يا ابو قردان. انا ابو قرد. حقك عليها انا حقك عليها البشكاتب. ده بشكاتب ده بشكاتب خيار بشكاتب بطيخ. سيبني اربيها. يا شيخ اجري ربي شنبك الاول. لازم اقطعها بسناني. معروف بس تهانم. حقك عليها البشكاتب. قور من وشي يا سليل الحواري يا تربية الشوارع. حديثة يلا بينا من هنا لحسن انا الدم هيطلع في نافوخي. وعادي معاكم وعاد لفندي ده في الحكومة كوم. ماشي يا انيسة ماشي حاضر. ابو قردان يا حد بشكاتب. اوعى. ربنا ينتقم منك يا حد بشكاتب. باي. يا حد بشكاتب. يا حد بشكاتب. قول من وشي. يا هانم. اخرس يا ساهي يا داهي يا مية من تحت تبن. امشي. محدش عليك. حد بشكاتب. محدش عليك. يا أست هانم كرباج ورا يا اسطى. يا أست هانم انا بقول كرباج ورا يا اسطى. والنبي يا بيه ربنا يخليك ويطول عمرك. خلص الورق بقى يدوبك سواء. يا ست هانم ارحميني، سيبيني الحق انام لي شويه قبل ما اروح. الله نام يا اخوي وماله. انا امري لله، امري لله وحده. صباح الخير. صباح النور يا عمار فندم. كنا بنتكلم حد بشكاتب عشان حكايه العلاوه دي. حاضر. وانا كمان والنبي يا انور افندي نفسي في اجازه شهرين عشان اتجوز والنبي تكلم لي عن بشكاتب. من عينيا. تسلم عينيك. القهوه دي على حسابنا يا انور افندي. ايه المناسبة؟ ربنا يجعلنا من بركاتك. يا بخت من كان النايب خاله. شرفت يا انور افندي. ايوه. اتفضل يا اخويا كلم حضرة بشكاتب. اتفضل. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. يا حضر المفتش نلغي نقل مدكور افندي لاسوان. خلاص يا فندم ننقله. لا ما يكونش عندك فكره ابدا. انا عندي هنا موظف حمار اسمه انور افندي ننقله بداله. طب يا فندم مع السلامه يا فندم. صباح الخير يا حضرة بشكاتب. حضرة بشكاتب. صباح الخير يا ايه عايز ايه انت ايه؟ سعادتك طلبتني. انت عايز ايه انت مين؟ انا انور يا فندم انور. انور يا فندم انور. وعندك 300 دوسيه عايزهم يخلصوا النهارده. من عينيا. استنى هديلك 395 استمارة سفر تخلصهم لي حالا دلوقتي. هاخدهم معايا البيت. مفيش بيت. شغل الحكومة ما يروحش البيت. كفاية اللي في البيت يا انور افندي. يا فندم دي بنت الزعفراني باشا. الزعفراني ولا الفسخاني؟ الزعفراني يا فندم. يبقى قول الكلام ده في التحقيق. تحقيق؟ طبعا. ولا يعني فاكر ايه؟ فاكر ان انا هسيبك؟ انت ناسي استمارات السفر؟ ناسي ال 52 جنيه ونص اللي ضيعتهم على الحكومة؟ ده انا مش هرفدك وبس، ده انا هحبسك. اعمل معروف يا حد بشكاتب. اتفضل. اعمل معروف. اتفضل. مظلوم والله مظلوم يا اخواتي. بره يا فندم بره. يبقى خلي الفسخاني ينفعك. انت استحملتي في الطش. قال لي حطي الكرسي في
عطشت وقفي عليه. وعملتي ايه؟ وحياتك وقفت. يا خراشي. وبعدين فتحت الحنفيه ما لقيتش فيها ميه، وجبت الميه منين؟ خدتها بالكوز من الصفيحه. ياي يعني ايه كوز؟ البتاعه دي اللي عامله زي شامبانييرا بس بايد. مش معقول. ما قلتلناش يا بابي شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض وجسمه مليان شعر زي الوحش. يا مامي وحياتك يا بابي ادينا عنوانه. لازم نعمل مغامره معاه. ايوه لازم نتفرج عليه. وانا عايز استحمى في الكوز. فكرية هانم. فكرية هانم. انت يا استاذ هانم من فضلك. فكرية هانم. فكرية هانم لو سمحت يعني من فضلك. فكرية هانم. فكرية هانم. ايوه لو سمحت تيجي معايا تصلح الموضوع مع الباشكاتب. اهو ايوه احرق في داهية يا راجل. انت مجنون؟ مش شغلك انت. من فضلك تعالى انت والباشا. مش فاضيه مرة. اظن انا بتكلم بمنتهى الذوق والادب. مفيش داعي لطريقه تانية. طريقه تانية؟ قصدك ايه؟ انا جاي النهارده يا قاتل يا مقتول. اتفضلي معايا. ايه الطريقه الستيف اللي بيتكلم بيها بابي هانم دي؟ اسكت انت يا اخ من المعروف. اسكت يعني ايه؟ انت عارف بيتكلم مين؟ يا اخ سيبنا في حالنا وخليك انت مع اخواتك. اعملي معروف. اخرس يا مستخدم. الله يسامحك يا اعملي معروف. يلا بينا يا استهانم. سيب ايدها يا كلب. اللهم طولك يا روح. يا استهانم بيتي هيتخرب. حاضر يا انور افندي. تعالي هنا. انت رايحه فين مع واحد زي ده؟ هعتذر للبشكات. ايوه يا عم الله يسهل لك. ايوه دي واحده غير هدوء. ايوه انت ازاي تتنازلي وتخرجي في الشارع مع واحد زي ده؟ وبعدين بقى ايه ده؟ انت قد الماسكه دي؟ نزل ايدك بقول لك يا كلب. كلب؟ ايه ده انت هتعمل ايه؟ ايه يا فندم اللي بتعمله ده؟ وانت راخر. بابا ابوكي انا اسف يا باشا. حقك عليا يا باشا. راسك ابوسها يا باشا. ايه يا حيوان؟ انا اللي هروح في داهيه. انا اللي بنت سعادتك اتحدفت عليا زي القضا. ده انور افندي اللي حكيت لك عني يا بابي. دي بيت عنده. واللي هترفد بسببها تترفد مره واحده. اي والله يا سعاده الباشا. تترفد وبابا موجود؟ اطمن يا انور افندي، انا وبابا هنيجي معاك نعتذر البشكات. ايوه انا اروح عند واحد باش كاتب عشان خاطري. مش ممكن. مركزي والنبي. اسمي وحياتي مستحيل. دادي انا اروح عند واحد باش كاتب. دادي اتلها على عينك. خلاص بقى. كويس كده يا راجل انت. هدومي كانت هتتبل. يا مامي يا مامي. اديني شرحت لك الموقف وارجوك انك تعتبر الموضوع منتهي. يا معالي الباشا ده انت كلامك دستور للبلد. العروسه الصغيره زي بنتي تمام. يعني خلاص سامحتني؟ استغفر الله يا بنتي. وانت يا طنط؟ ده انت لسانك كانت بينقط شهد. الهي وانت جاهي اشوفك عروسه قاعده في الكوشه.
يا بنت الدلعاد اسم النبي حرس وصينه الزعفراني باشا. امال فين العروسه عشان نتشرف؟ من عينيا الاتنين. طعمة يا طعمة. اصلها يا اختي بتنكسف. انا جاي. طعمة انت بتندهني يا ماما. اسم الله عليك، اسم النبي حرسك وصينك. سلمي على عريسي. سعيدة. يا لا سخرية القدر، أنا مش عريسك. يا بنت عريسك اهو، سلمي عليه. سعيدة مبارك. اسم النبي حرسك وصينك. وسلمي بقى على سعادة الباشا. ده هو ده. بوسي. وسلمي على ست فكرية. هي فين؟ ما هي قدامك يا بنت اهي. عميدي. سعيدة. اهلا حبيبتي، اهلا. امورة. تعالي بقى اقعدي جنب عريس. يا اختي على ادبها يا اختي يا اختي. امور، شايف عروستك يا انور افندي؟ الله يخرب بيتك يا جعفر افندي. لا بجد بقى يا انور افندي، بجد ليك حق. متفكرة. اللي جاب لك يخلي لك يا شيخ. الله يكرمك. انت زمكلاوي ولا اهلاوي؟ أنا إيه؟ زمكلاوي ولا اهلاوي؟ يا أخوي ليه؟ اصل انا زملكاوي. أنا زفتاوي. باشا عن إذنكم بقى أنا ماشي. يا ندامة، ومستعجلين على ايه يا باشا؟ معلش في الأفراح. مع السلامة يا باشا. ونستأذن بقى نستأذن. يا باشا. خليك. سعيدة. ايوه اقعد. طب عندي كورة. خطوة عزيزة يا سعادة الباشا. انست وشرفتي يا سعادة الباشا. ايوه والله انست، بس والله يا سعادة الباشا انا كان ليا طلب صغير عن سيادتك قد كده اهو. بقى انا كمان يخفى على سيادتك موظف بقالي 25 سنة ولسه في الدرجة السادسة، فلو سيادتك كلفت خاطر سيادتك وكلمت معاه الوزير عشان خاطر. نشوف. الله يعمل بيك. يطول عمرك. طب اوصل سعادتك لغاية الاتوبيس، قصدي لا ما فيش لزوم. يا ندامة، ودي تيجي يا سعادة الباشا. يلا بينا يا فكري. يا سلام يا سلام. انست وشرفته. يا سلام، الله يعمل مع بيك. الف سلامة. باي باي يا حبيبتي، مع السلامة. انست وشرفته. مع الف سلامة. لغاية الرابعة كويس يا سعادة الباشا. يا اخويا ألف كفاية. سلامة. والنبي والنبي. معرضك. بعدين اعملي معروف. وبعدين يا انور افندي بلاش التسرع ده يا اخي، خليها بعد كتب الكتاب. حضرتك بتقول لي أنا؟ ايوه لك انت، انا عارف طيش الشباب دوت وعارف التسرع، خليك تقيل. انا ياما عملت كده مع انيسه. ان شاء الله تكون العروسه عجبتك. يا سلام، ده احنا حصل لنا الشرف يا حضرتك كاتب. عن إذنك. بدري يا ابني. عن إذنك. مع السلامة. هي بنت حضرتك غاوية كورة ومصارعة كمان. وملاكمه كمان. ألف مبروك يا أنور أفندي، والله من قلبي ألف مبروك يا حبيبي. أنا عمري أذيتك يا جعفر أفندي. لا. طب ليه عملت فيا كده؟ أنا عملت حاجة؟ أنت شفت شكلها؟ شفت. سمعت صوتها؟ سمعت. طب ليه عملت فيا كده؟ بكرة تشوف يا أبو الأنوار. ما تتبطرش. ده الست الوحشة في البيت ما تتعوضش. نعمة. على الأقل وأنت قاعد في شغلك كده تبقى قاعد وأنت مطمن. لا حد يقدر يعاكسها ولا حد يقدر يبص في وشها، وإذا خرجت ولا دخلت تنام وأنت مستريح. يا أستاذ أنور أفندي، سيادة الباشكاتب عاوزك. اتفضل يا ابو الانوار، اتفضل يا حبيبي. هنيالك يا هنيالك. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. خلاص اتعديلي. تليفون علشانك يا انور افندي. متشكر يا فندم. الو. مين؟ انا يا انور افندي. مين يا فندم؟ ازيك يا انور افندي؟ الله يسلمك. ده مش كلام ده يا استهاني، ما احنا هنا في الحكومة. اصلها سخنة قوي. هي ايه؟ المية. قولي ازاي عروستك يا انور افندي؟ نحمده. لا مؤاخذة يا فندم، دي فكرية هانم بنت الزعفراني باشا. انعم واكرم. يا صباح الخير، ده احنا نهارنا نادي والله العظيم. اهلا. ازيك يا حضرة الباشكاتب؟ وازاي تعمل ها،
وامتى بقى الفرح؟ قوي قوي. ايه خد. الو لا دي عاوزاك انت انت دي عايزاك انت لا يا حضرتك كاتب عاوزاك انت انت دي عايزاك انت مش عايزاني انا. رد عليها. ايوه حضرتك. الو لا مؤاخذة يا انور افندي، اصل السماعة كانت غرقانة زي يا جماعة. هشوفك بقى في الفرح ان شاء الله. شغلي بتنايلو اتدلع يا عارف يا بلا تنايلو اتدلع يا عارف وعروستك نايلو زي عروستك والله مفيش متلمع من غير ورنيش هدية قليبة وما بتأذيش يا بلا استنايلو اتدلع يا عارف يا بلا تنايلو اتدلع يا عارف وعروستك نايلو هو صحيح الهوى غلاب والله يا انور عقلك غاب كلت مدمس بعد كباب وبصارة نايلو اتدلع يا عارف يا بلا تنايلو اتدلع يا عارف وعروستك نايلو دايما خرجت يوم الدار ولا رجعتش بلاش تحتار روح للنجد او نجار يعمل لك واحدة نايلو اتدلع يا عارف يا بلا تنايلو اتدلع يا عارف وعروستك نايلو اوعوا الابن في يوم تجيبوه يزعل قوي لو خلفتوه لا يطلع لامه ولا لابوه تبقى فضيحة نايلو اتدلع يا عريس يا بلا تنايلو اتدلع يا عريس وعروستك نايلو. عقبالك يا حبيبتي، عقبال كده من باركلك عن قريب ان شاء الله. ميرسي يا طنط. اتفضلي يا عروسه، ادي علبة بودرة عشان تحلوي اكتر واكتر. من يد ما نعدمها. الله وريني اصبروا شوية يا اختي نبطل العروسة الاول. اوعوا كده اسم الله عليكي يا اختي، اسم النبي حارسك وسايلك، النبي حارسك يا اختي، اسم الله عليكي. وانتي يا اختي وانتي خدي يا حبيبتي تعالي قربي يا اختي اهو يا اختي من نفسك يا حبيبتي. وانتي يا اختي خدي يا اختي خدي. الله ما تصبروا يا بنات عليا شوية يا اختي. الله البودرة هتخلص يا ندامة، هو انا ماليش نفسي ولا ايه؟ الله ولا ايه؟ الله ريحتها ترد الروح. اسمع ما اقول لك. نعم يا اخويا. ايه؟ دوقيني بودرة الناس الاكابر ديت. عيب يا حضرة البشكاتب. ما عيب الا العيب يا ولية، انا لسه حالي دلوقتي. بدريني. حاضر يا اخويا. بدريني انا مش حاضر يا اخويا. حاضر. الله تقولوش كده ليه؟ انت ما استحمتيش. حضرة البشكاتب اعمل معروف. ايه عايزه ايه؟ رش لحسن انا مش على بعضي. اعمل معروف. يا حلال والله ده انا اللي مش قادر اقف على بعضك. انا كنت عايز اقول لك ايه؟ حياة تربة ابوك. ايه يا اخويا؟ حاضر حاضر. اهرش له والنبي الله يطول عمرك. اهرش له حد ياخد باله مننا يخليك. هات يا اخويا. يا ضنايا هرشي انت في ايه؟ السهر الليله دي جربانه يا استهانم. اتفضلي انت قبل ما تتعدي. طب تعالى وصلني. يا حبش كاتب انا بقول لا بدري يا استهانم بدري. لا معلش الف مبروك. ان شاء الله كده عقبال عندك. الهش؟ لا يعني بقول انور افندي ما توصل هانم. مع انور افندي. ابدا. مع السلامه. ما تنسيش تكلمي معالي الباشا لغايه الدرجه الرابعه كويس. جعفر افندي. افندم يا حضرة البشكاتب. رشدي. الو يا حضرة البشكاتب. الو
احنا فين؟ ايه ده يظهر مش هنا خالص. اصلي سرحت شويه. طبعا بتفكر في عروستك. بتحبها للدرجة دي؟ مسير اتعود عليها. ولما انت ما بتحبهاش خطبتها ليه؟ ظروف. طمعان في العلاوة. حد يرمي روحه في النار عشان حاجه هايفه زي دي؟ امال ليه عملت كده؟ اديت البشكات بكلمه. وايه يعني؟ الواحد ياما بيقول كلام ويرجع فيه. مش انا يا استهانه. تحكم على نفسك بالتعاسة المؤبدة عشان كلمة؟ هو البني ادم ايه غير كلمه؟ كلمه بين امه وابوه اتخلق، كلمه بينه وبين الموت مات. الدنيا نفسها كلمه. انا مش قادرة افهمك يا انور افندي. معلش انت لسه صغيره، يلا بينا لا تكوني اتاخرتي. فكرية ما بقتش صغيرة يا انكل، وانا بقالي مستني يجي سنتين وزيادة. والله انا شخصيا ما عنديش مانع، لكن انت عارف لابد اننا ناخد موافقتها. انت عارف دلع البنات الايام دي. صافي، انت فين من الصبح؟ انا بقالي اكتر من 4 ساعات وتلت و22 دقيقة بالظبط مستنيكي لما اعصابي باظت. ايه يا فكرية، كنت في الفرح لحد دلوقتي؟ لا الفرح خلص من زمان. ما رحتي فين؟ حتى انور افندي وطلعنا الهرم. مين الانور افندي ده؟ ده بتاع ده كل شيء كان. البوي فريند بتاعي. لا ده شاب اتعرفت عليه واضطرتني الظروف اني انام في بيته. تنامي في بيته؟ ايوه. يا قلبك يا صافي، وجالك نوم؟ عمري ما نمت كويس زي ما نمت في سرير انور افندي. وكمان نمت في سريره؟ ايوه. برافو برافو. ايه عجبتك يا ميمي بيه؟ طبعا دي معجزة. ده انا لو ما كنتش انام على سريري ما يجيليش نوم ابدا. ليش؟ اي والله كده يا انكل. خلينا في المهم دلوقتي. يا فكرية، ميمي مستعجل وله غرض تكتبه الكتاب الاسبوع اللي جاي. مستعجل ليه؟ الا مستعجل ليه؟ الرقصة الجديدة اللي عايزاني اتعلمها واتعلمتها اهي. هوب عايزة ايه تاني؟ مش ده اتفقنا؟ ولا انت عايزة ترجعي في كلمتك؟ كلمتي؟ هو البني ادم ايه غير كلمة؟ كلمة بين امه وابوه اتخلق، كلمة بينه وبين الناس عاش، كلمة بينه وبين الموت مات. الدنيا نفسها كلمة. عن اذنكم. ايه رايك بقى يا انور افندي في المكتب ده؟ عال. اقعد بقى يا عم وانبسط وادعي لاخوك الصغير على التكتيك اللي وصلك للامل اللي انت فيها دي. ربنا ما يحرمنيش منك يا جعفر افندي. العفو يا حبيبي، العفو يا اخويا. انا عملت حاجه وانا ليا بركه ان انت والله العظيم ادخلك فيه تليفون. على ايه؟ حد هيطلبني؟ لا ده ما يمنعش برضه، العروسه برضه تحب تطمن عليك كده ولا كده. على اذنك بقى لحسن حضره المفتش موجوده عند انكله جوه. والنبي يا ابني دلنا على مكتب انور افندي. عاوزة منه ايه يا ست انت؟ اصل يا ابني بيقولوا الورق بتاعنا جه عنده. الاستاذ انور افندي ما بيقابلش حد دلوقتي. ليه بس يا ابني؟ هو كده. يا ابني قول لي يا افندي انور افندي عازمي موجود. استهان اتفضلي. يا ابني ما انا بقول يعني يا ستي انور افندي مش فاضي، كان الله في عونه. الله، هي دي الحاجات اللي تغذي. ايه ده؟ ايه حلو؟ كنت ماشية في الشارع بالشكل ده؟ امال همشي ازاي؟ ولا حطيتيش حاجة على جدتك؟ ها طلعت سلالم الوزارة بالشكل ده؟ ايوه. يا خبر اسود، والموظفين شافوكي بالشكل ده؟ ايوه. ليه؟ لا ولا حاجة. انور افندي انا جايه لك في موضوع هيحدد مستقبلك. بتفكري في مستقبلك ولا فكرتيش في مستقبلي انا؟ ليه انا عملت حاجه غلط؟ ارجوك يا استهاني، مروحة على بيتكم اعملي معروف. ما هو مش ممكن همشي الا لما تسمعني. طب اتفضلي قولي وخلصينا. اسمع يا انور افندي. نعم. تعمل ايه لو عرفت ان طعم خطيبتك نامت في بيت راجل غريب؟ ارجوكي مفيش داعي للحاجات اللي تمس الشرف. ولو عرفت انها نامت في سرير الراجل ده؟ اقطم رقبتها. ولو قالوا لك انها راحت مع الهرم؟ ادفنها جنب ابو الهول. للدرجه دي بتغير عليها؟ مش خطيبتي. مع انك ما بتحبهاش. ما دام هتبقى مراتي لازم اغير عليها. مع وحشتها دي مسألة كرامة.
قلت لي كم موظف؟ 23 موظف يا فندم، ما بين الدرجة السابعة والثامنة والتاسعة، منهم اللي يستحق الترقية ومنهم اللي يستحق الرفد. طيب اعمل لي مذكرة بالموظفين اللي عايزين الترقية والموظفين اللي عايزين الرفد. في الحقيقة كلهم يا فندم ما فيهمش حد كفء غير أنور أفندي. ومين أنور أفندي ده؟ ده أكفأ موظف عندي يا فندم، يجي أول الموظفين ويمشي آخرهم، وأحيانا بيجي أيام الجمعة علشان يشتغل. يا سلام يا سلام، أدب، أخلاق، استقامة، أمانة، شال المصلحة على كتافه يا فندم. أكثر الله من أمثاله. طب اسمع، اعمل لي مذكرة علشان ألاقيه. موجودة يا فندم المذكرة. طيب افرض انك خطبتني. انا بقول لك افرض يا اخي، هتغير عليا؟ سيبيني في حالي، اعملي معروف. افرض يا ست هانم، الراجل العاقل يخاف يقرب منك. ليه؟ وانا بعد يا انور افندي؟ انت اللي يتجوزك لازم يكلبشك بحديد في ايده عشان ما يتعذبش. انت اللي يتجوزك هيبقى ليله نهار ونهاره ليل، هيفكر فيكي وهو ماشي وهو قاعد وهو صاحي وهو نايم. انت لعنة، لكن اجمل واطعم لعنة خلقها ربنا. وانت يا عيني. مين ده؟ ده انور افندي. ومين دي؟ دي واحدة ست غلبانة بتجري ورا معاش جوزها. وطابع الدمغة يا انور افندي؟ معلش يا عبد الفتش، ده اكفأ موظف عندك يا حضرة البشكاتب. اتفضل معلش اتفضل. وكمان كلب، نجست الوزارة. استأذن بقى يا انور افندي. ليه ما بدري؟ لا معلش. طيب الله، ايه ده؟ اوعى من وشك. انت يا فكرة هانم، انت يا استهانم، انت اللي تتخافي. انت يا مجنون، انتوا اللي حكروني، انت يا ست. ايه ده؟ ايه الزبدة دي؟ ايه في ايه؟ فين اترفدت يا استهانم؟ وانا هعمل لك ايه؟ خلاص خربتيها وقعدت على تلاها. ما كانش قصدي. ده انا هخرب بيتكم زي ما خربتوا بيتي. ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ في ان بنتك خربت بيتي ودتني في داهيه يا باشا. وبتزعق كده ليه؟ انت جننت؟ وانا قاعد فيا عقل. لا انت زودتها قوي. انا زودتها بلا نيلتها. فرحان قوي بسلامتك اللي مخلف لي بنت عماله تشلت يمين وتشلت شمال، لا هممها حد ولا سأله في المصايب اللي عماله تسببها في الناس. فاهمه الدنيا دي بتاعتها وبتاعت ابوها، لكن انا لا يهمني لا فلوسك ولا فلوس ابوكي. طز فيكي وطز في ابوكي. اخرس يا كلب. دي اول مرة في حياتي بسمع فيها الكلام الجميل ده. عجيبة. اخرس انت كمان. انا هربيك يا قليل الادب. يا محمد يا عثمان، ارموا الزبالة دي بره. يلا شيلوه على بره. اوعى ايدك. تعالى هنا. اقول لك اوعى ايدك. مش يا بنت. يا باشا عشان كده. عايز كده يا باشا. بره الباشا. ارموه بره. عايز كده يا باشا. الخرطوم يا بيه، وقف الخرطوم يا بكره. واقفين كده ليه؟ اربطوه في الشجره. حرام عليك يا بابا. سيبوني انت. هاتوا منه. امسك معاه. يلا على الشجرة. يلا. غاز الحبل. يلا بسرعة. يلا. هات بسرعة. اربط يا ابني. لف معايا. شد جامد. اوعى انت هو. خش يا خالد. خش. حرام عليك يا بابا. اوعي. قولي من وشي. امشي. خدوه.
ده بيسمم افكار بنتي وبيهزلها. شيلوه من قدامي، ارموه بره. استنوا المال، مفيش داعي للشوشره، خلوه هنا بدل ما يجيب لنا مصيبه. تعالى 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 يا بنتي. آه 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 الإصابة دي مش طبيعية، لازم نبلغ النيابة. نيابة؟ ليه يا دكتور؟ ده شروع في قتل. مين اللي عمل فيك كده؟ ما اعرفش. ازاي؟ ما تعرفش مين اللي ضربك؟ الدنيا كانت ضلمة. احنا لقيناه مرمي في الشارع، عطفنا عليه ودخلناه السرايا. الظاهر انه جماعة من الرعاة هم اللي ضربوه. على العموم مش لازم يتحرك من السرير لمدة 15 يوم. مش ممكن يروح بعد يوم ولا 2؟ اي حركة فيها خطورة على حياته. الإبر دي كل 6 ساعات. والأكل يا دكتور؟ ياكل كل حاجة. عن إذنكم. متشكرين يا دكتور. أنا متشكرة أوي يا أنور أفندي. كنت أقدر أخلي سعادة الباشا يمسك جردل ويمسح بلاط السجن، لكن معلش، كل من كان بيعمل بأصله. إيه ده؟ أنتوا طابخين بصارة؟ دي عشاننا يا ست هانة. أمال فين الغدا بتاع أنور أفندي؟ لسه على النار يا ست هانة. إيه؟ لسه؟ إزاي لسه؟ ليه لسه؟ ده لازم ياكل بميعاد. دلع أوي. خلي الفرخة تستوي أكتر. حاضر يا ست هانة. ما تنسوش السلطة. حاضر يا ست هانة. تعالي. إيه اللي جرالها؟ دي أول مرة في حياتها تخش المطبخ. كنتش القيامة قامت. أي بالشفا. أرجوك يا مدموزيل ما تنسيش تيجي كل 6 ساعات عشان تديله الحقنة. حاضر. ميرسي قوي. ها ازيك دلوقتي يا أنور أفندي؟ عيان، قلبي بيدق حتى شوفي. أو النبي ده بيدق. مش بقول لك. معلش شد حيلك. بيدق. ايه؟ ايه اللي انت جايباه ده؟ الغدا بتاع أنور أفندي. انت نسيتي نفسك يا فكرية؟ ليه؟ عجيبة، انت فكرية بنت الزعفراني باشا سلالة المجد والشرف تخدمي صحلوك؟ ما تنساش يا بابا انه كان يقدر يبلغ النيابة ضد حضرتك. انا ما يهمنيش، انا ليا اتصالات، ليا نفوذ. وعشان هو ملوش حد نسيبه يموت؟ مع احترامي لرأي حضرتك يا بابا، الكلام اللي بتقوله ده ما فيهوش اي انسانية ابدا. عن اذنك. يا سلام، الواحد صحته ردت في البيت ده. لسه تعبان يا أنور أفندي؟ شوية. الله. الغدا. لا لا لا، ما تتعبش نفسك خالص. ايه ده؟ بإيدك بإيدك، النبي عربي. تاخدي حتة؟ لا متشكرة، كل انت. طب كل دي عشان يبقى عيش وسدي. هلوبا. اهلا فكري. ها ازاي أنور أفندي دلوقتي؟ اهم لقح زي القرد في اوضته. حرام عليك يا بابي، ده طيب خالص. على كل حال لازم ينكشح من هنا بسرعة، لأن فرحك يوم الخميس. وليه بدري كده؟ ايه ده احنا هنرجع في كلامنا تاني؟ ده العريس بعت بطاقات الدعوة، روحي خديها من على المكتب عشان تفرقيها على أصحابك. ان شاء الله. بس شوف. لا استنى، ملهاش لزوم الحاجات دي، دول يحبسوني لو البسها. مش عاجبك ذوقي؟ طول عمره كويس الا في حاجه واحده.
على فكرة دقنك طويلة قوي. نحلة تعالى. هتعمل ايه؟ هحلقها لك. انتي؟ وانا صغيرة يا استاذ. بس خدي بالك السلاح يطول. هيحصل. ايوه يا ميني بيه، هي فرحانة بس، دي هتطير من الفرح ومنتظرة بكرة بفارغ الصبر. اثبت امال. اعملي معروف لحسن بغير. بص شوف الناحية دي بقت حلوة ازاي. استنى بقى عشان الناحية التانية تحلو. زبيدة زبيدة. افندم. الممرضة جت؟ لا يا فندم. طب سخني الحقنة بسرعة. حاضر. الله، انت ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ لازم ادي الحقنة لأنور افندي يا بابا. حقنة؟ وانت مالك ومال الحاجات دي؟ دي مسؤولية يا بابا. شوف البنت بالمسؤولية يا بابا. نام. لا بلاش والنبي، خفيت خلاص. ما تعملش زي العيال الصغيرين، مش هتحس بيها خالص زي شكة الدبوس. نام بقى. ها حسيت بحاجة؟ لا. طب تصبح على خير. استني، رايحة فين؟ هنام. اصل انا مش جايلي نوم. طب عايز ايه؟ ما عندكيش مزيكا؟ اصل انا ما اعرفش انام الا اذا سمعت مزيكا. ولا اقول لك احكي لي حدوته. حاضر يا سيدي. صلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في أميرة شقية ودلوعة، ركبت حصانها في يوم وخرجت تتفسح، وهي ماشية حدوة الحصان فرقعت. ازاي؟ في حدوة حصان بتفرقع؟ حكوها لنا كده. وبعدين؟ ولما الحصان عطل والدنيا كانت ضلمة عليها، اضطرت تخش البيت اللي قدامها. البيت ده بقى يا سيدي كان بيت مين؟ الشاطر حسن. والشاطر حسن ده كان موظف غلبان في وزارة الأوقاف. بالعكس، اهو الموظف الغلبان ده هو اللي فوقها لنفسها وخلاها تعرف الدنيا على حقيقتها. ازاي؟ لما سببت له مصايب في حياته وعرضته للموت، ما خلصوش يوديها في داهية، لا هي ولا ابوها. يا ست المسامح كريم، ما انت برضو واقفة جنبي في حالة الشدة وبتداويني بنفسك. روح يا شيخة، ربنا يسترك ويبعد عنك ولد الحرام. قصدك مين؟ شوية الخنافس اللي شفتهم ملمومين حواليكي. لا ما خلاص انا فقت لنفسي. انا دلوقتي ما يعجبنيش الحال المايل. انا ما بقاش يملى عيني الا شخص واحد معتز بنفسه وبكرامته. والشخص ده موجود هنا؟ يعني انت واثقة من كده؟ والشخص ده شايفاه قدامك؟ بالطبع لا. دلوقتي بس صدقتك. خدعوني قلبي وعينيا، واللي انكتب جوه في قلبك اتريه لغيري مش ليا، اتريه لغيري مش ليا. سألت مني ولا ايه؟ ابدا، وهزعل منك ليه؟ انت انسانة عايشة في قصر عالي، معقول تسيبيه وتنزلي تعيشي مع موظف غلبان في بيته البسيط وتزغطي البط؟ انا مستعدة اروح معاك لاخر الدنيا. انا لازم بحلم. بالعكس، دي الحقيقة يا انور افندي. انا عمري ما ارتحت الانسان زي ما ارتحت لك. بابا. سعادة الباشا. يا سماء العدي ويا ارض شخي وابلعيني. طبنجة، فين الطبنجة؟ انا لازم افرتش نخاعك واطهر المجتمع من امثالك يا فقاع. عندك يا باشا. انت جرثومة يجب القضاء عليها قبل ان تقضي على الاخلاق وتحولها الى صندوق من القمامة. المسألة يا باشا، المسألة انك استهنت بشرف الزعفراني. الزعفراني باشا اللي اواك في بيته يا جربوع الجرابيع، ولكن لا، عقابك حيكون عبرة لمن اعتبر. انا حرميك في غياب السجون واحرمك من نور الحياة. ما انتش حتشوف بنتي الى الابد.
بنت الساذجة البريئة اللي حاولت انك تاكل عقلها بمعسول الكلام وتحطم شرفها على صخرة مطامعك الدنيئة. نسيت ان شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مرة واحدة. تعالي برا، اقفلوا الابواب بالضبة والمفتاح. تعالي هنا، انا اللي ضحيت من اجل سعادتك بكل شيء تعملي فيها كده. انا هعيشك في هذا القصر ذليلة لحد ما اسلمك بايدي للراجل اللي انا اخترته لك. هكون معاكي اقسى من برد الشتاء، ولو ادى الامر اني اضربك بالفلع. قول كرباج، يلا خش على جوه. كرباج كرباج. عاوزة ايه؟ افتح. عاوزة ايه تاني؟ مش كفاية اللي حصل؟ تعالى بس. افندم، عاجبك الكلام اللي قاله؟ طب وهتعملي ايه؟ انا مش ممكن اتجوز ميمي. والعمل؟ كرباج يا فندم. انا لازم اقطع حتت اخليه فتى فين؟ اعمل من لحمه كفته. مفيش غير اننا نهرب سوا. وقصرك هسكن في قلبك. واهلك انت اهلي وابوكي انت حبيبي. وهتطولي الفستان شويه. هيحصل. هتزغطي البط وخرط لك الملوخيه. بس انا بحب البتنجان. هتبقى عيشتنا كلها بتنجان في بتنجان. تصبح على خير. وانت من اهله. انت لسه صاحية يا بنتي؟ ايوه. انا اسف على اللي قلتهولك، مع ذلك لما تعرفي حكايتي يمكن تعذريني. مهما كانت الظروف ما كانش في داعي تعاملنا بالقسوة دي. الحب مش جريمة يا بابا. يا سلام، ذكرتيني بالذي مضى، بذكريات شبابي. أنا دايما كنت أقول إن الحب هو نور الحياة اللي بيخرج الإنسان من داجير الظلام. أمال إزاي حضرتك عايزني أتجوز واحد ما بحبوش؟ فكرية، أنا مضطر إني أبوح لك بالسر الرهيب اللي طويته من ضلوع السنين الطويلة دي. سر إيه؟ يا بنتي، زواجك من ميمي هو اللي كان هيمنع شبح الفضيحة اللي كانت بتهدد اسم الزعفراني، الاسم اللي يحمل طول عمره معنى الشرف. قصدك ايه يا بابا؟ انا افلست يا بنتي، واستدنت من فكري باشا والد ميمي مبالغ طايلة، وكنت بكتب له شيكات بدون رصيد. يا ما سهرت ليالي طويلة افكر في مصيري بين جدران السجون وسط اللصوص وخطها الطرق. ما كنتش بفكر غير في حاجة واحدة بس، اني حموت بعيد عن بنتي اللي كرست حياتي لإسعادها. حموت وانا مش عارف مصيرها ايه. هل انتصر عليها القدر وأذل كبريائها؟ هل اصبحت تشارك الحيوانات الضالة مصيرها المجهول؟ بابا، رجائي الوحيد ان اسمك حيكون اخر اسم اردده وانا بودع نسمات الحياة. فكري
فكري بنتي، أنا مش عاوز أجبرك على تصرف قد تندمي عليه فيما بعد، لكن رأيت إنك لازم تعرفي الحقيقة علشان تتصرفي بوحي من ضميرك. صباح الخير يا انور افندي. في واحدة تقول لحبيبها يا فندي. انت لسه فاكر؟ مالك يا فكرية؟ فكرية هانم من فضلك. فكرية هانم؟ اياك تكون صدقت اني هتجوزك صحيح. ما بلاش الهزار البايخ ده على الصبح. يظهر انك نسيت نفسك. هو معقول يا حضرة الافندي ان فكرية بنت الزعفراني باشا تتجوز موظف درجة تامنة؟ أنا مش مصدق وكلامك. انت كنت عيان وكان لازم اديك امل عشان تخف. ده انت قضيتي عليا. مش ذنبي انك خيالي. هو معقولة بنت السلطان تتجوز الشاطر حسن؟ جايز تستلطفه تستخف دمه، لكن تحبه مش ممكن. يا انور افندي انت كنت بالنسبة لي مغامرة وانتهت، حدوتة في قصة تنتهي ازاي؟ أنا أقول لك هتنتهي ازاي. إذا كان عندك شوية ضمير، شوية خوف من ربنا، روحي اتطهري من الشرور والأثام والبسي أبيض فأبيض وحط على راسك طرحة خضراء وقفي في الشارع ومدي إيدك للرايح والجاي. يمكن ربنا يغفر لك شيء من اللي عملتيه فيا أشكال والوان. روحي منك لله. يتركب على قلب اسود مليان شر. بقى سبع الليل بعد العمر ده كله اطلع كروديا؟ لملة لملة. مبروك يا انكل. الله مبروك يبارك يا فيكم يا ولادي، متشكر. مبروك يا باشا. ممنون جدا. مبروك يا باشا. وسهلا. عقبال الانجاز ان شاء الله. الله يبارك فيك يا فندم. اهلا محسن بيه. مبروك يا سعادة الباشا. متشكر. ألف مبروك يا سعادة الباشا. متشكر. أنا أول ما قريت خبر القران السعيد ده في الجرائد حبيت أكون أول من يهني وأقدم فروض الطاعة. طيب. وبالمناسبة دي أذكر معاليكم بموضوعي في الوزارة. اوه ايوه يا عثمان. حاضر يا سعادة الباشا. خد الافندي ده وعشيه في المطبخ. اللهم عمر مطابخكم. يلا يا عثمان يلا. تعالي معايا. ألف مبروك يا باشا. اهلا فهمي بيه. أمال فين العروسة عشان أديها الهدية بتاعتها؟ فوق يا سيدي بتتزوق، ما هي الليله ليلتها. طيب عن إذنك لما أطلع أبارك لها. اتفضل يا فهمي بيه. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ألف مبروك يا بنتي. ميرسي يا عمي. عقبال ما أشيل ولادك يا حبيبي. العريس وصل. انا بتفرج عليه. الله، مالك يا فكرية؟ مفيش حاجة يا عمي. مش معقول، لازم ناقصك حاجة يا بنتي. قولي، أنا عمك مش غريب. بالعكس انا شايفة ان ما كانش فيه لزوم للحاجات دي كلها. إيه؟ وإحنا عندنا كام فكرية؟ بس ظروفنا الايام دي مش زي زمان يا عمي. ظروفكم؟ انا عرفت كل حاجة، ما كانش صح تخبوا عني موضوع خطير زي ده.
انا مش فاهم حاجه يا بنتي. بقى مش عارف ان بابا فلس فلس؟ وانه استلف من ابو مين بمبالغ كبيره واداله شيكات من غير رصيد. ايه اللي بتقوليه دي يا فكريه؟ دي لسه الشهر اللي فات مديني 100,000 جنيه حاططهم له في البنك. 100,000 جنيه؟ ايوه. يعني كان بيكتب عليا؟ ايوه يا سبع الليل، كدبت عليا، استغفلتني. سبع الليل ها؟ بصلي، باين عليا مغفل؟ مش شايف. ململة. بابا افتحي يا بابا، بابا افتحي يا بابا. يا انكل عايز اتجوز بقى. ومين حيشك؟ تعال معايا. من فضلك يا فضيلة الشيخ خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين موافقة العروس. أرجوك يا فهمي بيه أنت وحسين، خلي فكرية توكلكم. هم هياكلوا تاني؟ ما هم لسه واكلين. توكلهم يعني تعملهم توكيل. اتفضل. عن اسمكم يا بنات. لا يا فكرية، أنا عمك المأذون وصل. طب ولما انا كروديا بتشتغل عندي ليه يا سبع الليل؟ عشان انا كروديا برضو. طب ململة. ايه يلا يلا هات ايدك اجري. ابوك مد يا استاذ. افتحوا يا اللي جوه. بنت الباش كاتب. فكرية هانم. هو ده بيت وسعة الباشا، اتفضل. ما يلا بقى يا استاذ، ما تخلصنا. لابد من وجود شاهد اخر غير سبع الليل، هذا هو الشرع. اتفضل يا سعادة الباشا، اتفضل اتفضل. اهو ما شاء الله ما شاء الله. هل فرجت نقي لك شاهد من دنيا سيدنا الشيخ. شفت يا انكل باشا، ربنا بيحبنا عشان وصلنا في الوقت المناسب. فعلا. تعالى امضي على القسيمة عشان ناقصنا شاهد تاني. لا ده ما ينفعش، لازم الشاهد يكون راجل. ازاي يا بنت تعملي كده؟ انت ضحكت عليا يا بابا، وما يخلصكش اعيش مع واحد ما بحبوش. إذا عملت العملة دي أنا هحرمك من الميراث. مش عايزة منك اي حاجة، انا عايزة احس بمسؤولية الحياة. ايوه بس ده ما حلتوش حاجة. ده صعلوك. ما يهمنيش، هبتدي معاه من اول السلم. وان شاء الله ربنا هيوفقنا مادام بنحب بعض. زخرت البط. ايوه، وانت جبت العيال من المدرسة؟ ايوه. يلا بينا بقى لحسن وقع من الجوع.